الوزراء وقادة الجيش أخدتهم العزة وردوا عليها بثقة زي ما القرآن وثق كلامهم في سورة النمل الآية 33. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إحنا أصحاب قوة وحرب والأمر ليكي. لكن بلقيس كانت ملكة عاقلة وحكيمة، عرفت إن الحرب ممكن تدمر مملكتها، فقالت لهم الجملة العظيمة المذكورة في سورة النمل الآية 34. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وهنا قررت تختبره وتتأكد من نيته زي ما ربنا قال على لسانها في الآية 35: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قررت تبعت له هدية عظيمة من الكنوز وتشوف رد فعله. لو فرح بيها وقبلها يبقى ملك بيدور على الدنيا وتأثير الفلوس، ولو رفضها يبقى نبي بجد ومرسل من عند الله. ولما وصلت الهداية العظيمة دي لسيدنا سليمان رفضها تماماً، وقال للرسل بتوعها زي ما ورد في سورة النمل الآية 36: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني اللي ربنا ادهولي من النبوة والملك أحسن وأغلى بكتير من هديتكم دي اللي انتوا بتفرحوا بيها. وبعدين بعت مع الرسل تهديد شديد جداً لبلقيس وقومها زي ما القرآن وثق في الآية 37: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رسالة حاسمة، يا إما يأتوا مسلمين لله يا إما هيجيب لهم جيش عمرهم ما يقدروا يواجهوه وهيخرجهم من مملكتهم أذلة. هنا بلقيس عرفت إن مفيش مفر وقررت تسافر بنفسها مع كبار قومها عشان تقابله وهم خاضعين ومستسلمين لأمره. وفي الوقت ده سيدنا سليمان حب يستقبلها بمعجزة، آية من آيات الله تثبت لها إن ملكه ده تأييد إلهي مش مجرد قوة بشرية. فجمع كبار جنوده من الإنس والجن زي ما مذكور في سورة النمل الآية 38: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني مين فيكم يقدر يجيب لي عرشها العظيم ده من اليمن لحد هنا قبل ما يوصلوا عندي وهم مستسلمين؟ وهنا قام عفريت ضخم ومخيف من الجن ورد بثقة زي ما القرآن وثق كلامه في سورة النمل الآية 39: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يعني هجيبهولك قبل ما تخلص جلستك دي، وأنا قوي أقدر أشيله وأمين على الكنوز اللي فيه. لكن كان في رجل صالح قاعد ربنا إداه علم عظيم من الكتاب. الرجل ده بص لسيدنا سليمان وقال بيقين وتأكيد زي ما مذكور في بداية الآية 40: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني قبل ما ترمش بعينك وتفتحها العرش هيكون هنا. وفي جزء من الثانية وبقدرة ربنا وحده كان عرش بلقيس العظيم مستقر قدام سيدنا سليمان. في اللحظة دي نبي الله ما اغترش بقوته وبص للعرش وقال بقمة التواضع واعترافاً بفضل الخالق زي ما بقية الآية 40 بتوصف المشهد: فلما رآه مستقراً عنده
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقبل ما بلقيس توصل، سيدنا سليمان أمر جنوده يغيروا شوية تفاصيل في العرش عشان يختبر قوة ملاحظتها وذكائها، وده اللي القرآن وثقه في سورة النمل الآية 41. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ولما بلقيس وصلت اتفاجئت بالعرش واتسألت السؤال اللي مذكور في بداية سورة النمل الآية 42. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، ومن ذكائها الدبلوماسي الشديد ما جاوبتش بآه عشان ما تطلعش متسرعة، ولا بلأ عشان الشبه الكبير، لكن قالت جملة عبقرية مذكورة في نفس الآية، قالت كأنه هو. وبعد الموقف ده سيدنا سليمان دعاها تدخل القصر بتاعه الصرح. القصر ده كان مبني بطريقة هندسية معجزة زي ما وصف المفسرين. الأرضية كانت من زجاج شفاف جداً وناعم، وتحته مياه حقيقية بتجري فيها أسماك. أول ما بلقيس جت تدخل شافت المية فافتكرتها بركة عميقة ورفعت أطراف هدومها. القرآن بيوصف لنا المشهد في سورة النمل الآية 44. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. وهنا سيدنا سليمان نبهها زي ما مذكور في نفس الآية، قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني ده زجاج ناعم جدا مش مياه. في اللحظة دي بلقيس شافت عظمة ملهاش حدود، وعرفت إن الملك ده مستحيل يكون بقوة بشرية، ده تأييد من خارق الكون. قلبها خشع وأعلنت إسلامها زي ما الآية بتختم المشهد العظيم ده، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وعاشت مملكة سيدنا سليمان في قمة مجدها، لكن الموت حق ومكتوب بأمر الله على كل مخلوق. ولأن سيدنا سليمان كان بيشغل الجن في أعمال شاقة، ربنا سبحانه وتعالى أراد يعلم البشر والجن نفسهم درس عظيم جدا في لحظة موت هذا الملك والنبي العظيم. سيدنا سليمان مات بأمر الله وهو واقف متسند على عصايته بيراقب الجن وهم بيشتغلوا. فضل ميت وواقف مكانه فترة طويلة، والجن شغالين ليل نهار في تعب، وهم مرعوبين منه وفاكرينه عايش وبيراقبهم. فضلوا على الحال ده لحد ما ربنا سلط حشرة صغيرة جدا دابة الأرض أو سوسة الخشب. فضلت الحشرة دي تاكل في عصاية سيدنا سليمان بأمر الله بالتدريج لحد ما الخشب ضعف وانكسر، ووقع جسد سيدنا سليمان الطاهر على الأرض. ساعتها بس الجن عرفوا إنه مات من زمان، ودي كانت رسالة عظيمة ربنا خلدها في القرآن في سورة سبأ الآية 14. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. السر العظيم انكشف، الغيب لا يعلمه إلا الله وحده، والجن ما يعرفوش الغيب زي ما كانوا بيوهموا الناس. لو كانوا بيعلموا الغيب بجد
ما كانوش فضلوا في العذاب والشغل الشاق ده كله وهم مش عارفين إن نبي الله مات قدام عينيهم. انتهت قصة نبي الله سليمان اللي سخر ليه ربنا ملك عظيم، فكان عبداً شكور. سبحان من له الدوام، وسبحان عالم الغيب والشهادة، وبيده ملكوت السماوات والأرض. وبكده تكون خلصت حكايتنا العظيمة النهاردة. بس حكايات الأنبياء اللي مليانة معجزات وعبر لسه ما خلصتش. لو القصة لمست قلوبكم وعجبتكم وحابين دايما نجمع العيلة كلها على حكايات مفيدة وموثوقة، ما تنسوش تشتركوا في قناة حكايات ديدو وليلي. دوسوا على زرار الاشتراك دلوقتي وفعلوا الجرس عشان مفيش أي قصة من قصص الأنبياء الجاية تفوتكم.